الو السلام عليكم. طفي اللايف. وعليكم السلام سيدي. مرحبا سيدي، تفضل. سي مهداوي، كيف حالك؟ بخير؟ لاباس عليك؟ احسن بخير كاع. معاك مره اخرى مجدوبي محمد، ومره اخرى كنضامن معاك. شكرا سي محمد. الوليدات صحيحه؟ كلشي مزيان؟ العائله؟ والله العظيم لا ولله الحمد والشكر بخير. المهم انا ننطلق معك من النقطه الاخيره، واخا كنختلف معاك. مزيان تختلف معايا. المشكل ليس المشكل في القاسم الانتخابي او في المشكل ديال مجلس الصحافه. راه النكسات اللي كيعرف المغرب السي مهداوي انت ادرى بهذه الامور. علاش دابا نهار الاتحاد الاشتراكي ولا بهذا الشكل البشع اللي كنشوفوه اليوم؟ راه منذ الانقلاب على المنهجيه الديمقراطيه في 2002. اي صحيح. هادشي صرح به عبد الرحمن اليوسفي هو الاول. اي صحيح. يعني حنا النكسات اللي كنعيشوها دابا حاليا راه تقريبا منذ 2000 2001 2002 وجاي المسار جاي الانحدار. وحتى هاد المساله دابا اللي العنوان درتي ديال الشاحنه، ديال شاحنه اخرى بالنسبه جو بونس اقليم قلميم ياك ولا شي جماعه اقليم قلميم. ودابا عطيني شويه الوقت باش نتناقشوا بوضوح وبصراحه. مرحبا. دابا المخزن كيشوف تدوينه وكيشوف اي حاجه، وهاد الشاحنات ما كيشوفهمش السي مهداوي. كيشوف. اذا راه المخزن باغي هذا الشيء. كيشوف. لا قلت لك ما كيشوفش، انا منافق. كيشوف كلشي، الدوله كتشوف. المخزن شوف اخنوش كرئيس حكومه جزء لا يتجزأ من المخزن. يعني اخنوش باغي المخزن. وباغي المخزن، وانت هادشي اللي كيدار لك اخنوش ولا وهبي غير في الصوره. نكونوا واضحين. دابا القمع لا يستهدف الملكيين او المنتقدين او المعارضين. القمع يستهدف الجميع، الشعب كامل مقموع. باش نكونوا نتكلموا بصراحه. عاودي هذه عافاك عاودها. القمع لم يعد يستهدف المنتقدين او المعارضين او الملكيين. القمع يستهدف الشعب كامل. لذلك ملي كتجيب قاسم انتخابي راك اصلا خسرتي الديمقراطيه. انت ملي هذه اللي كنقولوا ليه دابا، هذا اللي كنقولوا ليه مجلس عفوا هذا ديال الصحافه، اللجنه هي اصلا لجنه غير شرعيه بعدا. لا اله الا الله. وشوف هذه لجنه لا السي الشرقاوي ولا هذوك الثلاثي ديال العصابه يناقشوا بعدا المضمون، واش هي بعدا لجنه شرعيه ولا ديال يونس. ما يقدش والله ما يقدروا بالله. كل شيء ولا تابع. شوف يا اما تكون تدخل الصف واما غتاكل العصا. ايش. وانا غنعاود لك واحد الطريقه باش تفهمني مزيان وذوقني. الله يجزيك بخير والله يرحم الوالدين وذوقوا لي المستمعين. انا راه مستخدم في وزاره في مؤسسه تابعه لوزاره الفلاحه. واحد المره واحد السيد مشى عند اخنوش، كنعرفو شخصيا، وقال لي ان راه هذا السيد اللي كان كاتب العام السابق اللي ولا وزير اللي السي الصديق ياك، قال لي هو كان دار شي زغله ولا شي كعيه. هو يقول لاخنوش، قال ليه راه السيد راه طالع انه يكون وزير في الحكومه المقبله. هذا الشيء قبل الانتخابات. عرفتي باش جاوبوا اخنوش، باش جاوب داك السيد وقال لي ترضاو عليا تنبقى انا بعدا. فهمتي مزيان؟ شوف ما نبقاوش نضربوا الشمس بالغربال. احنا كنقولوا لا فيريتي، هذه بلادنا وكنبغيوها وكنعزوها وكنحماقوا عليها وغنبقاو فيها وما غنغادروهاش. وكنضامن معاك مره اخرى وكنضامن مع اي واحد كيقيسوا القمع. ولكن خصنا نقولوا الحقيقه، ما نبقاوش الاتجاه راه باين والبوصله باينه. المخزن الناس دابا المخزن هو اللي كيستهدفني ياك. هو اللي كيستهدفك. نكونوا صراحه. واش درت له هذا المخزن بلاتي؟ دابا انت كتتبعني هذا المخزن اش درت له دابا؟ داخل معاك بالله. شوف ما خاصك تدخل الصف. خاص الحكومه. شنو هو هذا الصف؟ شنو الصف؟ هو انك خاصك ترضى على الحكومه اللي دار المخزن. خاصك ترضى. عاودي هذه. خاصك تكون راضي على الحكومه اللي درنا حنا المخزن. ايوا فهمتيها. وكيف الصحافي ما فهمتش. ما خاصكش تنتقد. صافي راه دابا المشكله راه غادي للدوله الشموليه والديكتاتوريه. انت كتشوف قانون جنائي، قانون المسطره الجنائيه، قانون المسطره المدنيه، سميتو قانون اللي دابا صادقت عليه المحكمه الدستوريه قالت ما كيعارضش الدستور. راه حنا غادي في اطار الدوله الشموليه الديكتاتوريه. دابا المخزن اش كيقول لي انا؟ عاود لي هذه اش كيقول لي المخزن.
خاصك تكون غادي مع الصف، ما تنتقدش، قول داك الشيء اللي قالت الحكومه، خلينا نقول اللهم امين. دابا المخزن كيدير لي هذا الشيء كامل وكيضايقني وكيقيس لي شرفي وكيحيد لي البطاقه باش كيقول لي ما تنتقدش الحكومه اللي دايره انا. بطبيعه الحال شوف، لا يتناطح فيها كبشان او لا تتناطح فيها عنزتان. ما ندرجوا الشمس في الغربال، هذا الشيء ولا واضح. والله ما يقيسك اخر واش بوحدو بالله، ومعدول فوزان هذا حلفك دابا بالله، والله ما يقدر يقيسك. ما نبقاوش كدبوا على راسنا السي المهداوي، انا صريح. لا انا من خرج ليا شحتان، انا من خرج ليا اليوم دري شحتان صافي عاد فهم. انا والله الا كنت غلط، كنت كنشك، لا ولكن من خرج ليا حيت انا شحتان كنعرفو مزيان، كنعرفو مزيان اللي ما كيعرف عليه حتى شي واحد في وانا من خرج ليا اليوم شحتان عاد الصوره بدات كتكتمل عندي. وشحتان اجي نقول لك شحتان ماذا اشنو قال فيه منظر؟ لا هو كان كيحرض عليا داك السرقو دميري، كان خدام بهذه الطريقه، ولكن دابا اليوم لا، اليوم خرج ليا نيشان شحتان. شوف كاع هادو اللي كيخرجوا لك دابا حاليا راه كلهم كينهلوا من نفس المحوره، ما نبقاوش نكذبوا على راسنا. راه هي الوحده اللي كتدفع، ما معروفش على دوك الحسابات اللي كانوا مزوره في الفيسبوك واذانهم ناس كاع على المستوى العالمي، لقاهم ديال من ديالي ولا ديالك، ياك ديال شوف خيخي. لا ما تقولهاش اسيدي. شوف صحاب هاد الكلمه الله يرضي عليك وخاكك، شوف صحابها الله يعطيك السر، صعب هاد العباره. شوف غنقول لك السي، لا غير صحاب هاد العباره الله يرضي عليك. شوف لا كيما كان الحال كيبقى، لا ناقشها، لا غير سحبها الله يعطيك السر. حيت عرفتي علاش انا كنت قيد بالزماله وكيما كان الحال. انا عندي واحد، انا شوف تيفي، انا كنسحبها على وجهك انت صافي الله يرضي عليك. وحتى هذيك الحسابات ما عندنا عليهم ادله. اشوف انا بغيت الجمهور اسمعني اخويا الله يعطيك السر، خصنا المغاربه يتعلموا واحد الحاجه، جوج الحوايج مع كل احترام لكم. تفضل. اولا نعبروا، ولكن ما نخليوش، نحافظوا على الاخلاق ديالنا، نحافظوا على التعب وخلقوا. انا اسحبها على وجهك انت. صافي راه كيدوزوها لي بغاو. لا واخا كيبقاو زملاء ديالنا، انا غناقشوه ولكن بدون ما نسيئوا لا الموقع ولا الزملاء. انا لا اسيء له، هذا الشيء راه ما قلتوش. وصافي سميتها شوف تيفي يا سيدي. شوف غنناقشوا شوف تيفي وغنقول لها الاخطاء اللي كديري وهالمخالفات اللي كديري، ولكن نخليو لها السميه ديالها. واش كتعرف واحد الكتاب؟ شوف كاين واحد الكتاب جميل ديال ليون تروتسكي سميتو اخلاقهم واخلاقنا. عمرك سمعتيه؟ هذا من اروع الكتب اللي قريت، اخلاقهم واخلاقنا. حنا راه عندنا اخلاقنا، هذا هو اللي كنساو صاحبي، خصنا نحافظ. حنا عندنا اخلاق ماشي بحال الاخلاق ديال الاخرين. كاع الناس المصلحين اللي كيبغيو الخير، ما واش انا حرت نخص الهضره ونتعايب وندير البلطاجه والمعاطيه، ولكن لا. شوف ربما من تعاطف معاك باش تنوض لك اللجنه المؤقته غير الشرعيه، وشوف تيفي وبرلمانكم ديال الشرعي معروف الارتباطات ديالو، ونقول كلهم هاد القياده كامله على شخص واحد ويقول انه ملكي ولا يعارض يعني النظام بشكل. ما بقات تنفعك لا ملكي ولا وطني دابا. على زيان شكون هو؟ زيان المعتقل اللي عند التفكير الله يطلق سراحه، ماشي 83 سنه، ماشي ملكي حتى النخاع. دابا تصور زيان شحال عنده بغض النظر 3 سنين في 50، واش عاد يشفعوا فيا انا؟ دابا جاوبتي راسك وجاوبتيني معاك وجاوبتي ودي راه ما كنبغيوش نجاوبوا، راه حنا بغينا نتعايشوا، بغينا نتعاونوا على البلاد، بغينا كنراهنوا على الناس الله يهديهم. ولكن في اطار شوف السي المهداوي، انا قلت لك راك اختلف معك مجموعه من النقاط، ولكن نقولوا الحقيقه، نتعاونوا في اطار نقولوا الحق. انا نعاود نحلف لك والله ما يقدر يقيسك لا اخرش لا والي ولا غيره. ما يمكنش هذه الامه كامله مجتمعه ضدك. الامه كانت فوزار من جهات اخرى لقاتك شي واحد. حتى سليمان الريسوني مسكين فاش دار ذاك الفيلم راه داروا بصح، وحتى توفيق بوعشرين راه داروا مسكين بصح، وحتى عمر راضي راه دار هذاك الشيء. هذا الشيء راه ولا عندهم، انا نقول لكم كيما كيقولوا بالدارجه المغاربه، ولا عندهم فلوس باين وواضح. مصيبه كحلال. شوف حنا راه علاش قلت لك راه خصنا نرجعوا للوراء. شوف قلتي واحد الكلمه كنتفق معاك فيها، النظام ولا المخزن ما كانش كان كيتواجه بشكل مباشر. قلتي هذه شيء في الحلقه ما قبل الاخيره يمكن، قلتي ما كانش كيواجه الناس بشكل كان كيواجه الناس مباشر فيما مضى. حاليا ولا كيستعمل اذرع اخرى ولا اليات اخرى ولا ديزوتي اخرين باش كيطحن الناس اللي هما شرفاء ولا ناس غير كينتقدوا صاحبي. واش بغيتيني انا نقول لك لا راه هاد الانتخابات اللي كدوز 6% راه انتخابات نزيهه ب 4000 ريال وبالطوموبيلات وبالكفوف، ونقول لك راه هذه الديمقراطيه؟ ولا سيدي راه ماشي ديمقراطيه هذه.
خاصك قبل ما تكون عندك ديمقراطيه تجيبها 6%، وفي العاصمه الرباط خاصها تقول عندك الاغلبيه الشعبيه. واخا عندي واحد السؤال، عندي واحد. دابا انت كتبع الشأن السياسي وكتحلل مزيان، برافو لك. عندي لك سؤال مهم مع نتلاقحوا ونبغي في نظرك. اولا اثبتت التجربه التاريخيه بان الضمان الوحيد لاستقرار البلاد والضمان الامن هو الديمقراطيه، هو الحقوق الناس. واثبتت التجربه التاريخيه واللي قرا ابن خلدون بان الديكتاتوريه يعني معلنه الخراب. دونك واخا اتفقنا على هذه الفكره ياك؟ في نظرك اذا كان هذا توجه اليوم ديال تكميم الاعتقالات، سد الهداق مع هذا، شنو هو الدافع لهذا التوجه؟ شنو هي المصلحه ديال هاد الناس اللي اكيد هما تيفكروا، او لا شنو هي الاوضاع اللي جبرتهم دفعتهم لهذا الخيار، او مما يخافون؟ لان بعض المرات كيبان لك شي واحد كيدير شي خطوات الاجراءات تيكون خايف من شي حاجه، اما خايف بنادم يفيق، اما خايف بنادم يفهم شي حاجه، اما خايف بنادم يتجمع، اما خايف بنادم يشهد له، فكيصارع هو الاجراءات باش كيسبق العصا قبل الغنم، تنقولوا بالدارجه. في نظرك علاش هاد الانقلاب على ذاك التوجه اللي كان في المغرب الديمقراطي؟ لماذا مؤخرا؟ شنو هو الدافع؟ واش استغلال الوضع دولي؟ واش كاين شي حوايج خايف منا نفهموها؟ واش كاين شي خيارات مشاو فيها هما وكيخافوا تشكل شي وعي وشي كذا مثلا؟ شنو هو الموجبات؟ لماذا هذا التحول في السياسه في نظرك؟ انا ديما نجاوبك بصراحه وثانيه باش ما ننساش. انا كنتضامن مع السي الصراحه، ولكن الصراحه شوف، الصراحه ديال في حدود المملكه المغربيه، في حدود بطبيعه الحال ديال الديمقراطيه ديال المغرب. تذكرت واحد انا ماشي في السويد، ياك عارف انا ماشي في السويد. عارف اولا. ولا كنتي انت في السويد انا في الرباط، عادي نشوف انت في السويد انا في الرباط. انا كنكلمك من الدار البيضاء. ايوا صافي، سميتك باش يجيبوا لي وياك. هي كنضحك لا هي كنضحك عام مرحبا، وغير كنبسطوا شويه. شوف ونخرجوا شويه من هذا. شوف هادشي مهداوي راه جابونا وداونا وطلعونا والاستاذ دوز هذه غير كنبسطوا شويه باش ما نبقاوش مزيرين. ما علينا. اولا كنتضامن مع الدكتور عزيز غالي، وكنتضامن مع الاستاذ والحقوقي والمحامي حسن بن ناجح. برافو باش ما ننساهاش، هذه بعدا وحده. ثانيا انا كنظن هذا التراجع على المد، الا بغينا نقولوا بين قوسين بما اننا ماشي في السويد، بين قوسين المد الديمقراطي والحقوقي اللي كان عرفوا المغرب فتره ديال التناوب التوافقي، فيما سمي انذاك التناوب التوافقي. يعني اولا من الناحيه السياسيه هما راه عرفوا، نكونوا صراحه، المخزن ولا النظام بالنسبه للمغرب عرف بان حاليا راه الاحزاب صافي راه ماتت، نكونوا صراحه. على دابا نقول الاتحاد الاشتراكي هو الاتحاد الاشتراكي الحالي. اذا مين غيخاف المخزن ملي الاحزاب ماتت؟ مين خايف هو؟ راه المشكل هو الفراغ، راه الفراغ القاتل هو اللي كاين حاليا. برافو لك، هذا هو المشكل. هذه الفراغ السياسي القاتل. الناس ما بقاتش كتامن بشي حاجه سميتو الحزب. كاين اللي كيقول لي كراج، كاين اللي كيقول لي الدكان، كيستعملها في ايام الانتخابات، وهو ما يسمحش ذاك الفراغ يملؤوه شي ناس اللي ما عندوش عليهم سلطه. الله يرحم الوالدين. دابا راه الاشكال اللي كاين، المغاربه ما بقاوش كيمشيو للصناديق. ها هما داروا القاسم انتخابي، ها هما داروا سموهم ولاد قاسم، ولا هما داروا ما خلاو ما داروا. ورغم ذلك انت كتشوف القضيه فيها الفلوس، القضيه فيها مجموعه من الامور، ومع ذلك النسبه جد ضئيله. ثانيا التقارير اللي شوف، سواء الوطنيه او الدوليه على المغرب، لا في المجال الحقوقي لا في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي، راه حنا غادي للحيطه عباد الله. ومع ذلك خاصنا نقولوا العام زين، والله الا بالله. اولا زائد هذا مواني السكير، هاد الباترون دابا اللي شدوا الحكومه ما شدوش الحكم، واللي هما جزء لا يتجزا من الذراع الاقتصادي او المخزن الاقتصادي. راه نكونوا صراحه، يعني راه الشعب راه معاهم بواحد الورطه. يعني راه التفقير وصل لواحد الدرجه لا تتصور. انت كتشوف المقاولات، الافلاس ديال المقاولات، الوضعيه الكارثيه اللي كيعيشوها المغاربه بالنسبه للقدره الشرائيه والغلاء. يعني الا بغينا نقولوا سياسيا الاحزاب ماتت، اقتصاديا واجتماعيا انت كتشوف الامور فين غاده. اذا شنو بقى لنا؟ الزرواطه والقمع. اللي قال شي كلمه جيبوه، على تدوينه خصنا نجيبو بنادم. واش فهمتينا سي مداوي؟ وي حنا دابا وصلنا صراحه، راه حنا غادي للحيط، راه ما بقى والو. راه شوف، هو لو هاد التخويف ولو هاد الترويع ولو هاد الترهيب، راه انا كنخاف على البلاد ديالي.
انا كمغربي بغيت بلادي تكون اكثر ديمقراطيه. ودابا نعطيك دابا الخطوره التي ما بعدها خطوره، الرعب. دابا انا هاد اللايف اللي فاتحو ياك، ملي كتجي انت دابا وتهضر راه كتعطي فرصه للاجهزه اللي كتحكم البلاد والدوله والمسؤولين يعرفوا الشعب كيفاش كيفكر، يعرفوا التوجه العام، يعرفوا الناس كيفاش كيحسوا، باش الناس يعالجوا، يحطوا الخطط، يناقشوا. دابا تصور انا ما نفتحش هذا اللايف وانت ما تفتحش هذا اللايف، وانت عندك هذه الالام والاخر عنده هذه الالام، وانت عندك معطيات، واش نتسناو البلاد تطردق؟ واش هذا سعيد ايت المهدي مثلا، نعطيك مثال اللي مسكين في الجبل، شنو دار هذا سعيد ايت المهدي اللي مشى بعام ديال الحبس ظلما وعدوانا، حق حيت كيدافع على الناس ديال زلزال الحوز، شو على نعطيو عام ديال الحبس، والاخرين اللي معاه اللي كانوا براءه نعطيهم 3 موا 4 موا. ومولاي الحسن الجعفري ديال طاطا تا هو راه مشدود اللي كان وما عرفت حنا من غدا شنو غيوقع لنا انا انت على الاخرين. الله يعلم. شوف والاستاذ والله العظيم اللي دارها الله مرحبا. شوف الانسان غير يكون، شوف الاستاذ، الانسان تكون نيته صادقه ونيه ديالو الاصلاح ويبغي بلاده مخلص، اللي جات مرحبا بها. شوف غير الانسان ما يكونش هو مدين راسو. انا علاش انا مصالح مع راسي، ماشي كنقولها لك والذي لا رب سواه، ما عندي ادنى مشكل يديروا ما بغاو. علاش؟ لانني كما تنقولوا حديت معاهم الوطنيه ورجل الله الوطن الملك، اشتغلنا ما هاجرنا ما تامرنا ما بدلنا بلادنا، خلصنا 3 سنين من عمرنا ظلما وعدوانا، كيعرف القاسي والداني، تكرفص بما فيه الكفايه، يديروا ما بغاو. واش غيوقع كاع؟ وفي الاخر غنموتوا وغنتلاقاو عند الله وغنتحاسبوا، اخر ما غيوقع كاع. راه خصنا عاوتاني على ذيك، اسمح لي، على ذكر على هذه دابا ماشي نكته بقات في التاريخ، دبابه الميداوي وباقي باغي يزيد. لا دابا الدبابه وكيحيد لك لاكارت وكينوضوا هاد المشهرين صاحبي وباقي يديروا منها فيلم صحه. وراه شوهتوا في العالم الشعب هالشوهه دابا في المغرب. والله الا راه شوهه، والله الا شوهوا بين الناس وتنقل المشهرين بك والعائله ديالك باقيين كيجبدوا الدبابه ظلما وعدوانا ديال الكذوب. والله سيدي راه كيعجبني ملي كيهضروا عليا كنفرح، الله يقويهم. صاحبي واحد 90% من الشعب ولا 99% والله العظيم دابا يعيقوا المغاربه. الشيء هادو اللي كيستعملوهم ما واعيينش المصلحه وما فاهمينش مساكن، وكيستغلوا الهشاشه ديالهم، وكاين اللي ضعيف النفس وكاين اللي عنده مشاكل كيحلها. دابا المشكل في المغرب شنو هو الخطير؟ كتحل مشاكلك على طريق واحد الناس. دابا غالبيه الناس اللي كيواجهوني شكون هما؟ اما الفلوس كياخذوا لهم كدوزهم فلوس، اما عندهم مشاكل وكيحلوها مع السلطه. وتصور واحد المحامي انا واصلني عليه ماشي والريحه ديال داك الملف والله ما تقدر تسمع، وعنده شي احاله على شي مجلس تاديبي، وربما تلاقى شي واحد قال له بغيتي نحلوا المشاكل يلاه هضر على المهداوي والله لو وقعت لك شي حاجه ماشي مشكل، غير يحلوا له مشاكله. هذا الشيء اللي فهمتي الفكره. والله العظيم سمعت من عند الناس على ذاك المحامي وهذاك النقيب في راسه هذا الشيء وعنده الدوسي، والنقيب ما قدرش ياخذ موقف منه. واش غنقول لك؟ دونك كاين ناس كيهاجموك عندهم فلوس. المشكله هو الترهيب السي مهداوي، التخويف والترهيب. هاد الناس المشكله عندها وليداتك. دابا انت مثلا كتكلم، انا كنتكلم معاك وانت انا كندون وكنكتب ياك، ولكن واحد اخر كيشوف ما يقدرش راه مشكله صاحبي. راه الا بقينا غاديين بهذا الشيء ديال التخويف والترهيب راه الله يحفظ بلادنا من شي كارثه صراحه. وانت دابا راه كيشوفك الناس ذاك الانسان الملكي المعتدل ياك، اش يقولوا لنا ناس اخرين ولا خرج شي برا اش كيقول لك؟ ادخل لك انت راجل المغرب وانتقد. هذوك الاخرين دوك عرفت كيقول لهم دخلوا لداخل يا سيدي، واخا احنا لداخل كناقشوا. لا خوانا الداخل دابا كيما درتي معاهم. شوف مصيبه كتقول له هذيك الهضره ديالهم. شوف مردود، نقول لك واحد الصراحه ما تبقاش دير هذاك الشيء. عرفت لا تفرج داك الشيء، مردود عليهم مليار في المية ماشي 100%. يلا خلينا ناخذ شي مداخله اخرى. يلا اسمح لي وكنضم. لا بالعكس كنحييك اخويا، شكرا. يلا الله